بصراحه قريت في البلاد ديالي حيت تنثق فيها، تنثق في دوله الحق والقانون، وتنثق في الدستور 2011. قريت هنا حيت تنثق في بلادي وحيت باغيه نوصل بلادي بعيد، وماشي حيت قريت في بلادي ان الدبلوم ديالي ما عنده حتى اهميه، ماشي حيت ما حطيتش الفلوس على برا ماشي حيت حطيت فلوس ما حطيتش فلوسي على برا، ماشي حيت درت لو شوا باش نقرا هنا ان الدبلوم ديالي ما عنده حتى همه، ما عنده حتى شتي، ما احترمش ما احترمنيش كمواطنه مغربيه، ما احترمنيش كمواطنه اللي تاقت في البلاد وتاقت في السيستيم ايدوكاتيف ديالو، ما احترمنيش وما احترمش ولاد الشعب اللي انا من ضمنهم باش يوصلوا للمهنه لحق دستوري. بالنسبة للرد ديالي كطالبة جامعية على الكلام اللي قال سعادة الوزير، بغيت نقول بأنه ما احترمناش، ولكن حنا حيت التربية ديال المؤسسة الحكومية المغربية تعلمنا أننا نحترموا الأطر ديالنا واحد الاحترام كبير، وبالتالي الشهاده الجامعيه كما قال جلاله الملك في الخطاب ديالو راه كتعني غير المستوى ديالك الدراسي، ولكن الحقيقه ديالك هو الرصيد الفكري ديالك، هو اللي تيبين مدى القدره ديالك. وحنا سقلنا الشهاده الجامعيه ديالنا من مجموعه من التداريب اللي خدناها داخل محاكم المملكه المغربيه، وايضا التحقنا بمكاتب وكوننا نفوسنا، وايضا العائلات ديالنا ورانا باغي